قال عندنا في البلد يسبون الدين والرب، فهل نحكم عليهم بأنهم كفار؟ نعم، إن كانوا بالغين غير مجانين وغير مكرهين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فكفار بإجماع العلماء، ولا ينبغي أن يختلف فيهم. سبابة الدين والرب ممن بلغ وممن كان مناط التكليف موجودا فيه كافر بالله بإجماع العلماء، ويجب هجرهم ونصحهم وهجرهم وزجرهم. هؤلاء مجرمون معتدون على ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقهم وأمدهم وأوجدهم من العدم فجرة، سبون الله. من أمة هذه؟ هؤلاء خبثاء، وينصحون ويزجرون يهجرون، ولا ينبغي أن يؤكلهم مسلم. هؤلاء مرتدون، من بدل دينه فاقتلوه، فيجب على الدولة أن تقتلهم تستتيبهم، فإن تابوا وإلا جزت رؤوسهم، ليكونوا عبرة لغيرهم من المتجرين على ربنا سبحانه وتعالى. رسول الله يقول من بدل دينه فاقتلوه، وهؤلاء بدلوا دينهم بالمروق بالكفر بالله بسب الله. وهذه مسألة لا يختلف فيها العلماء، وليس فيها أمر عذر بجهل، هذا ما هو محل عذر بالجهل، هذا سب رب العالمين. من يجهل هذا؟ يقول أنا أجهل أنه حرام. طيب ليش السب؟ أنا أجهل أنه كفر أو أنه حرام، هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة، أنه لا يجوز أن يسب الله سبحانه وتعالى. هذه القضية لا يجوز تمييعها. عذر بجهل ما عذر بجهل، ما في عذر بجهل في السب. سب الرب سبحانه وتعالى ودوس المصحف وسب رسول الله والاستهزاء برسول الله، ما وجدت إلا رسول الله استهزأ به، وما وجدت إلا ربك سبه. هذه ما فيها اسمه عذر بجهل. عذر بجهل في غيرها، ما هذا ما يختلف أهل العلم